دومي جورني في البحر، روحوا تشوفوا واش ديت معايا تدو دي زيدي، خاصه للناس اللي تروح بزاف في البحر هاد الايامات. وكنت حضرت معكم هاد الوصفه تاع الخبز المحشي التركي اللي اسمه كير بي دي سي، يجي بزاف ساهل خفيف وهايل. الحاجه الاولى نخدموا لاباط تاعو، درت 5 كيسان تاع الفرينه، وبنفس الكاس ندير كاس ما دافي وندير فيه مغرف كبيره تاع خميره الخبز، وكالعاده خميره سافانستون اللي كبرنا عليها دائما حاضره معايا في الكوزينه، اللي ديت منها مغرف كبيره. دوبتها في هذاك الماء وزدتها الخليط تاع الفرينه، وكنت درت مغرف كبيره تاع السكر، ودرت معاهم من الملح، ربع كاس تاع الزيت زيتون ولا زيت العادي، ونص كاس تاع حليب دافي، وخلوها تنضم حتى تحصلوا العجينه تكون خفيفه تلصق شويه في اليد. اذا شفتوها خصها شويه تاع الحليب تضيفوا لها الحليب عادي، ونحطها في ريسيبيون ونغطيها ونخليها تخمر حتى يضاعف الحجم تاعها. بالنسبه لافورس مكتوبه بالتفصيل تحت الفيديو، خدمتها بالفيونداشي والفلفل والبصل والتوابل مكتوبين لتحتها، ونديرها فوق النار حتى وين طيب بهذه الطريقه. بالنسبه لاباط ديغازيتها بعد ما خمرت وقسمتها كما شفتوا، خرجت لي كميه كبيره ما شاء الله. نفتح الكريات ونعاونهم بشويه فرينه من التحت، لازم تفتحوها رقيقه بهذه الطريقه وتفتحوها بالطول، ديروا فيها شويه تاع فرomاج لداخل. هذيك لافاكس تاع الفيونداشي تضغطوا عليها مليح، دهنوها بشويه ما في لي كوتي وغلقوها مليح بهذيك الطريقه. بعدها حطوها في سنيوه من الفوق، تدهنوها بشويه تاع صفار البيض مخلط مع حليب، ودخلوها طيب على فرن مسخن من قبل حتى وين تحمر لكم من التحت ومن الفوق. شوفوا الخبز كيفاش يجي خفيف، غير تخرجوها وهي سخونه دهنوها بشويه تاع زيت زيتون من الفوق. انا قسمتها وخبيتها هكذا بالالومنيوم في اون بواط باش تقعد لي سخونه كي نوصل للبحر. ودرت معاهم اون صالاد كيما شفتوا، درت هذيك الصالاد تاع الطبقات، شويه تاع الدلاع لي شيبس، ودينا شويه تاع المكسرات مع التي غلاسي، ورحنا جوزنا دومي جورني في البحر. انا يعجبني بزاف هذا الحال، سورتو كي يكون البحر شويه مهول ونقعد مقابل. وان شاء الله تكونوا ديتو دي زيدي وبصحتكم.